لو بنت ما كنتش جيتي معاها الشقه. قالت له لا انا بنت. قال لها ما تخافيش. فتح الباب بالمفتاح، دخل هو وهي، لقت 2 من اصحاب. انا اللي جايبها الاول، انا اول واحد ادخل. فوجئ الواد انها بنت بعد ما دخل عليها. فضلوا هما الاثنين يتناوبوا الاغتصاب او الاعتداء على البنت. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة القاهرة، اكثر تحديدا في منطقة النزهة. بنت عندها 16 سنة، يعني في اولى ثانوي. اولى ثانوي السن المراهقة اللي بننصح ونبوس على ايد كل اب وام. المرحلة العمرية دي من اول 15 16 لغاية 20 سنة مرحلة خطيرة جدا بيمر بيها اولادنا وبناتنا. سيبكم من الاولاد، صوتهم بيخشن وبيعجرفوا ويبقوا عاملين زي بينطحوا، مش اشكال. مشكلتنا في البنات. البنات هم عرضنا، هم شرفنا، هم كل حاجة، هم تاج على راسنا، هم نورت البيت. البنت يا جماعة حتة عود أخضر حساس، أي حاجة تجرحه، الكلمة ممكن تخليها تبكي، النظرة. يا جماعة بناتنا دول حاجة جميلة ربنا خلقها، لازم عنا عليهم، نحافظ عليهم، نوعيهم، ننصحهم. وأنا في ساعة مع حنفي بقدم كل مرة أقول يا كل أم هاتي بنتك جنبيكي، خليها تحكي لك سرها، وانت شجعيها، احكي لها انت اسرارك. ان شاء الله تألف من دماغك اسرار تقولها لبنتك عشان تشجع بنتك ان هي تحكي لك اسرارها. يعني انت احكي لها اي حاجه، ألف قصص من دماغك، خلي بنتك تثق فيكي تقول مامي بتحكي لي كل اسرارها. وانت خلي بنتك تتجرأ وتقول لك يا ماما على فكره انا اعرف فلان عشان تنصحيها. خلي بالك يا بنتي انت بنت، خلي بالك يا بنتي من عرض وشرف ابوك، خلي راس ابوك مرفوع، اوعى تحط الراجل بتاع ابوك في الطين، اوعى تجيب البنت سمعه. ايه اللي حصل؟ ويا ريت نتعلم، وكل ام تخلي بنتها تشوف الحلقه دي، وكل اب يخلي عينيه ما يتكلش يقول لك انا بوفر لقمه العيش اما امها هتعمل ايه. ايوه صح، انت بتسعى وبتتعب على لقمه العيش، وامها المفروض تخلي عينها على البنات والاولاد، لكن انت لازم يكون ليك دور برضو قيادي ريادي، تشوف وتراقب من بعيد لبعيد عشان توجه وترشد وتقول للام تعمل ايه وما تعملش ايه. البنت في اولى ثانوي اتعرفت على شاب اسمه سامي من خلال الزفت اللي اسمه المحمول اللي خرب البيوت. اتعرفت عليه من خلال الفيس، والولد من القاهرة وهي من النزهة. ابتدوا يعني في الأول كلام وصباحات، وبعد كده عايز أشوفك. ابتدوا يتقابلوا، ياخدها الكافيهات ويعزمها ويدخل السينما والكلام ده كله، وتقول لأهلها أنا في المدرسة، وتقضي اليوم من الساعة 8 الصبح مع الواد لغاية ميعاد خروج المدرسة. تروح قدام الباب المدرسة في وقت الخروج عشان أبوها يجي ياخدها، على أساس إن البنت كانت في المدرسة، وهي البنت لا راحت المدرسة ولا غيره. بقول لكل أم وكل أب لو بتوصلوا بناتكم للمدرسة خليكم واقفين لغاية الباب ما يقفل، لأنك ممكن تنزل بنتك قدام المدرسة وتمشي، بنتك الباب أهو في واحد مستنيها على آخر السور. خليك واقفة مع بنتك لغاية ما تدخل الباب والفراش يقفل الباب ويبتدي الطابور. إيه المشكلة؟ 3 دقايق بدل ما توصليها وتمشي، اقفي معاها لغاية الباب ما يدخل الباب يقفل الباب. لكن هتنزلها قدام البيت وانا واثقه ببنتي، انا عارفه بنتي مربيها ازاي. مفيش ام بتربي، اللي بيربي دلوقتي زمايل المدرسه والفيس والتلفزيون والشارع. انت مهما تعمل يا ام، مادام مش حاطه عينك على بنتك مش هتعرف بنتك رايحه فين وجايه منين. بنتنا دي كانت كل يوم تروح المدرسه قدام اهلها يمشوا
سامي مستنيها عند اخر السور، ياخدها يقضي اليوم من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 3 خروج المدرسه، ويجيبها عند باب المدرسه عشان ابوها يجي ياخدها، وهي قال يعني اليوم كله كانت في المدرسه. واحنا عارفين المدارس دلوقتي لا حول لها ولا قوه، لا في غياب ولا في حضور، والدنيا تعالوا دكتور انزلوا اي مدرسه دلوقتي تلقوا الفصل فيه 3 4 والمدرسين بيقولوا يعني انتوا جايين لا ما انتوا بتاخدوا دروس. للاسف ايه اللي حصل؟ الواد والبنت بقى لهم 6 اشهر قصه حب، الام لا عارفه ولا الاب عارف. 6 اشهر سامي والبنت ملففينها على سينمات وعلى كافيهات وشرب شيشه وشاي وحاجه ساعه، لغايه ما سامي قال لها بقول لك ايه، انا تعبت من لف ودوران، انا عايز اخد راحتي معاكي. قالت له لا انا بنت. قال لها ما تخافيش. قالت له وعد؟ قال لها وعد. طب هنتقابل فين؟ قال لها في شقه تحت الانشاء، عماره لسه صاحبها حاطط عليها باب خشب وحاطط فيها بعض الحاجات البسيطه كده عشان لما بيروح الصناعيه يشطبوا فيها، والنهارده ما فيش شغل في الشقه نقعد ناخد راحتنا. قالت له وعد. انا ما اقول لك ايه؟ قال لها عيب، زي ما هتطلع زي ما هتنزل. كانت بتثق فيه جدا، كانت بتحبه جدا. مشت معاه فعلا، دخلوا عقار تحت الانشاء في منطقه النزهه، طلعوا الدور الثالث، باب شقه خشب محطوط، حتى خشب ابيض لسه ما ادهنش، شقه تحت الانشاء. فتح الباب بالمفتاح، دخل هو وهي، لقت 2 من اصحابه جت تجري، راحوا ماسكينها، تعالي يا حبيبتي، هم دخول الحمام زي يخرجوا، انتوا عايزين ايه؟ هو ده يا سامي؟ قال لا اوعى تتعبوا، تعبتيني 6 اشهر بلف معاك، يعني ايه؟ يعني اخلص. قالت له انا بنت. قالت لها بنت؟ لو بنت ما تجيش هنا، لو بنت ما كنتش جيتي معاها الشقه. يا كل البنات يفهموا بقى، يا كل ام عرضكم وشرفكم لازم تحموه. البنت وثقت في الولد رغم لو ليها ام وقالت لها الواد عايز يعمل ايه، والواد ما فيش واحد بيمشي مع بنت 6 اشهر من غير ما يتقدم لها ومن غير اي حاجه الا اذا كان عايز منها غرض. طبعا هم في دماغهم ال3 ما دام دخلت الشقه يبقى مش بنت، لكن للاسف البنت كانت بنت. طبعا مسكوها هم ال3، الواد صاحبها سامي قال انا اللي جايبها الاول، انا اول واحد ادخل. يا عم عيب الكلام، نعمل جرعه. قال لهم لا انا الاول. فوجئ الواد انها بنت بعد ما دخل عليها. انا ماليش دعوه، راح سيبها ومشي جري لما لقاها بنت بعد ما عملته. الاثنين التانيين قالوا طب انت بعد ما عملت كده واحنا التانيين ما خلاص انت اللي ضيعتها. فضلوا هما الاثنين يتناوبوا الاغتصاب او الاعتداء على البنت لغايه البنت ما حصل لها نزيف. 16 سنه و3 شباب، اصغرهم سامي ده عنده 22 سنه. البنت بهدلوها، بعد كده سابوها في الشقه وجروا. نزلت البنت طبعا لا حول لها ولا قوه، ما صدقت لقت واحد، لقاها راحت مزعجه ومصوته. اي بنت اللي حصل؟ قالت حصل كذا وكذا وكذا. اتصلوا بالشرطه، جت الشرطه، تم القبض على الشباب. كانت عارفه الواد وعارفه رقم تليفونه، هم كانوا ما يحسبوهاش بنت. لكن الوساخه بقى لما تم القبض على الشباب قالوا جت بمزاجها، احنا امرناها وقلنا لها احنا 3 شباب تيجي معانا، راحت بارادتها. طب لو هي بارادتها، خليني ماشيين معاكم بس عشان انا لا اعرف البنت ولا اعرف ال3 شباب. لو هي بارادتها هتبلغ الشرطه ليه؟ طب لو هي بارادتها، ده بنت، دي مش واحده يعني سبق ليها ان هي حد عاشرها، ده انتوا اول واحد، سامي ده اول واحد فضل خشب بكرتها وانتوا الاثنين بعد كده، يبقى ازاي جت بمزاجها؟ وايه اللي خلاها تبلغ؟ طب ما ايه اللي طلعها؟ هم بيقولوا طب ايه اللي طلعها الشقه في البرج تحت الانشاء؟ كانت بتحب سامي. طب ما هي كانت طالعه وعارفه ايه اللي هيحصل. ايوه هو سامي قال لها هناخد راحتنا، يعني بالكتير مش العلاقه للاخر. طبعا مش من بره للبنت، البنت بقى عايزه كسر رقبتها، لكن البنت الواد خلاها وثقت فيه وقال لها زي ما هاخدك زي ما ارجعك. وادي النتيجه. طبعا الشباب ال3 بيدعوا ان هي جت بارادتها وبمزاجها في اعترافاتهم، جت معانا بمزاجها يا سعاده الباشا، ما حدش ضربها على ايدها، ما قالت لناش انها بنت. طبعا البنت في حاله انهيار كبير، ابوها وامها ربنا يصبرها طبعا مش مصدقين اللي حصل، لكن الشرطه طبعا والتحريات هتثبت والقضاء العادل هيقتص ليها. يا ريت نتعلم ساعه مع حنفي
بنجيب جرايم، كل أم وأب وبنت وولد يتعلموا. لكن هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.